بحضرتك. انا اسمي دكتوره دي مصطفى، انا استاذ مشارك التربيه الخاصه. كمان انا محلل سلوك معتمد BCBA، و يعني صاحبه شركه جو بيهيفرال وصاحبه مجموعه DM جروب. احنا عيادات موجوده في امريكا، وموجوده في اوروبا، وكمان موجوده في الوطن العربي في دبي، لسه هنفتح قريب. الفكره المؤتمر النهارده احنا عايزين نوعي المجتمع باضطراب في التوحد، ده في الاول. تاني حاجه احنا عايزين المختصين اللي بيتعاملوا مع ذوي اضطراب في التوحد ان هم يتعاملوا بمعايير عالميه، مش معايير اقليميه فقط. يعني احنا نفسنا فعلا ان احنا يبقى عندنا منتسبين للنقابه في امريكا، ازاي يبقى نفس المعايير ونفس اللي احنا بنعمله في امريكا يكون موجود في مصر. فبالتالي احنا اللي احنا عملناه ان احنا اول حاجه دعينا النقابه الموجوده في امريكا، وكمان ان هم يجوا يعملوا لقاء معانا. تاني حاجه ان احنا بنقدم منح، المنح دي بتأهلهم ان هم يدخلوا امتحان النقابه ويبقوا منتسبين. فبالتالي لما يبقى في أسرة عندها طفل من ذوي اضطراب في التوحد، بتبقى عارفة إن الشخص اللي قدامي أولا أخلاقيا وعلميا هيقدر إن هو يساعد ابني إن هو يعيش بشكل حياته بشكل طبيعي وأقرب للطبيعي. تعالوا ناخد الموضوع لحته تانية. يمكن الناس ممكن ما تكونش مستوعبه يعني ايه طفل عنده توحد، بس في الاعمال الدراميه المصريه، وزي مثلا طه دسوقي لما عمل حاله خاصه قدم طفل التوحد العبقري اللي عنده طفره عبقريه. هل طه دسوقي فعلا كان بيمثل طفل عنده توحد، ولا ايه المشاكل بتاعه في الاداء؟ هو الفكره كلها ان هو قدم حد هو اوريدي كان داخل الجامعه وخلص الجامعه وبدا الشغل، يعني الشغل بتاعه. هو قدمه ان هو يعني زي ما كنت طفل عنده 3 سنين لسه متشخص النهارده، ما كأن ما هو ما خدش علاج اطلاقا. يعني نفس طريقه ان هو ما بيقدرش، يعني لازم التمسك بالروتين، ما يبصلكش في عينيه، ما عندوش اي مبادئه ان هو مثلا يتعامل معاك، او دايما عنده حركات تكراريه. الفكره كلها ان احنا ما عندناش ده دلوقتي. يعني احنا ممكن في الاول مثلا من 20-30 سنه ممكن كنت تلاقي اللي عندهم 20-30 سنه كانوا كده، بس دلوقتي الشباب الموجودين حتى على تيك توك هتبقى مختلفين. يعني طفوله الطفل المتوحد غير شباب الطفل المتوحد. هو توحدي مش توحدي بالظبط. هي في الاول خالص انت بتبقى عندك طفل عنده اعراض 1 2 3 4 5. الاعراض دي هي اللي بتقول ان انا عندي طفل توحدي. عشان كده في علم النفس دايما احنا عندنا حاجه اسمها كده المفهوم الدائري. هو بيعمل كده عشان هو توحدي، وهو توحدي عشان بيعمل التصرفات. احنا في الABA ما بنفكرش التفكير ده، احنا بنفكر انا عندي طفل 1 2 3 4 بيتصرف بالسلوكيات دي. اللي انا عايزه اعمله ان انا اقلل السلوكيات دي او ان انا ارفعها. فبالتالي لما يبقى عندي طفل عنده 3 سنين هو لسه متشخص عنده اعراض، فانا طبيعي ان انا مفترض لما يوصل 12-13 سنه ما تحسش ان هو، يعني انا عندي اطفال عندها مثلا 10 سنين هي بتتكلم في مثلا براند، هم سبيكرز في حته، هم كمان بيتعاملوا مع بعض ان هم يعني اصدقاء. يعني انا في مره كنت واقفه في بارك مع اولادي اللي هم يعني الحالات اللي عندي، فواحده بتقول لي هو انهي فيهم ابنك؟ قلت لها لا انا الثيرابيست بتاعتهم. قالت لي انا مش حاسه ان هو حتى عنده حته اختلاف. فده اللي احنا بنعمله. طيب انا هكلم مع حضرتك حاجه. انا عندي مثلا ابني عنده بي كيو، مريض BQ، فعنده حساسيه بروتين، فعنده حاله اشبه بالتوحد برضه، بيتعالج في مستشفى حكومي مش مستشفى خاصه. ليه شركتكم ما تعملش تعاون ما بينها وما بين المستشفيات الحكوميه؟ لان هتلاقوا حالات كتير جدا، والمشكله ان الدكاتره ممكن يكونوا متميزين في حته لكن مش متميزين في حته ثانيه. هو احنا موجودين في امريكا بس عشان كده احنا شركات التامين احنا هي اللي بتتعامل معانا. فبالتالي احنا كل الناس اللي بتجيلنا بيبقى سواء موجودين في المستشفيات او اوريدي ريفيرالز بتاعتهم من دكاتره، لان احنا بس مش بنتعامل مع اطفال في التوحد، احنا بنتعامل مع اي حد عنده مشكله. انت عارف اي مشكله سلوكيه احنا بنتعامل مع السلوك على اي نوع من، حتى الكلام اللغه ده سلوك.
فاحنا بنتعامل مع اي ما يصدر من الكائن الحي، فبالتالي ده اللي احنا بنعمله. زي ما قلت لحضرتك انا نفسي يكون والله ان احنا موجودين في مصر، بس انا اللي انا بقدر اعمله هو ان انا ادرب المختصين. بالظبط، هو يعني ده اللي احنا بنعمله. او مثلا بيبقى فيه فيديوهات ان انا اتعامل مع الاهالي افهمهم يعني ايه اضطراب طفل توحد، لان فعلا انا كان جاي لي حاله هي كانت اول ما عرفت ان ابنها اضطراب طفل توحد هي مشيت في الشارع كانت بتعيط، انا مش عارفه تعمله ايه، انا هعمل ايه بعد هو مش هيروح المدرسه، هو هيتجوز، هو هيخلف. فهي الموضوع في الاول بيبقى صعب، اول تشخيص بيبقى صعب، فاحنا بس بنحاول ان احنا نتعامل حتى مع الاهالي ان الموضوع دلوقتي صعب بس بعد شويه ما يكونش الأول. ردا على كل التساؤلات اللي حضرتك قلتيها دي، خوف الاهالي والتساؤلات الداخليه اللي بتحصل لهم لما يعرفوا او يكتشفوا ان ابنهم مريض، انت بتقولي لهم ايه؟ بس هو انا لما بيبقى عندي يعني حاله هو الطفل عنده اضطراب طفل توحد، انا اللي انا بقوله للام هو هيبقى يعني خلينا ما نمشي في العلاج، الحاجات اللي انت شفتيها ممكن نشوفها فيما بعد ايه اللي هيحصل. انا كمان اوقات اللي هما يعني لما بيبقى عندي يوم صعب شويه ببقى شايفه الفيديوهات اللي انا اول طفل ما بيدخل بشوف حالته دلوقتي لا في اختلاف، اللي انا بس بقول له للام اصبري شوفي العلاج شكله ايه. احنا العلاج بتاعنا لانه زي ما قلت لحضرتك يعني فكره الاي بي اي هو علاج فعال، يعني هو لو ما كانش فعال ما يبقاش اي بي اي اصلا. فانا عارفه ان هو فعاليته، احنا بنمشي بيبي ستيب، يعني بنمشي خطوات صغيره، وكل انجاز احنا بنحققه الام بتبقى فيه يعني بتبقى فعلا شايفه ان ابنها عادي. انت تتخيل ان طفل التوحد في الاول خالص ممكن ما يجيش يحضنك مثلا، فالام بتبقى مستنيه ان هو يحضنها، فاول ما بيجي يحضنها اول ما بيجي يتكلم اول كلمه ليه، يعني انا في اطفال عندي مثلا جولي وهم عندهم 9 سنين اتكلموا بعد 6 شهور، فالام اول ما بتسمع كلمه ماما نفسها انت عارف يعني. فعايزه اقول لها ان يعني العلاج اول ما تعرفي، انا عارفه الصدمه بتبقى صعبه بس حاولي تعملي خطه العلاج، حاولي تدوري على حد هو قريب في الدايره بتاعتك، لان كل ما يعني بيبقوا احنا عايزين نوصل ان انت مش لوحدك، احنا معاكي. احنا حضرتك لو بتتكلم عن المنح اللي هتطلق النهارده، احنا عندنا مجموعه من المنح. الشهر اللي فات ابتدينا من الشهر اللي فات قدمنا مجموعه منح باجمالي $100,000. النهارده هتبقى عندنا نفس الموضوع بالظبط، عندنا اجمالي $100,000 لعدد اكتر من 100 متدرب. المنح اللي فاتت استفاد منها عدد كبير من الدارسين والمختصين بالعلوم النفسية في جميع محافظات مصر، مش بس في القاهرة، في محافظة القاهرة، لكن في جميع محافظات مصر. النهاردة برضو نفس الحكاية، هنكون نفس الموضوع. احنا هدفنا الأساسي ان احنا نوفر كوادر تقدر انها تتعامل مع اطفال ذوي الطفل التوحد بطريقه احترافيه، وان احنا بنحاول نوصل بالمستوى التعليمي ليهم ان هم يكون الطفل المصري بيلقى الرعايه الكافيه ليه، يعني يكاد يكون زي بالظبط اللي هي بيلقاها في اوروبا في امريكا. المنح هل ممكن يكون دارس يقدم في اكتر من منحه عندكم، ولا كل دارس انتوا بتختاروا الناس ازاي؟ احنا طبعا الاول بنختار الاول ان يكون واحد حصل على منحه، ما بنحاولش ان احنا نديله منحه تانية، لان لازم يوفر جميع الفرص لمجموعه اكبر من المتدربين. بنحاول نساوي ما بين الناس كلها من بعضها، بس لازم يكون دارس. ما ينفعش طبعا ان ادي لاي واحد منحه، ما ينفعش كمان في منح معينه ما ينفعش اديها لاقل من واحد عنده بكالوريوس وفي احيانا ماجستير. لكن هي صعب قوي ان يكون، بس هي مش مستحيله، لان في ناس فعلا بتبقى بتثبت وجودها في المنح وبتنضم للبورد، فممكن احنا بنساعدها، بنعمل لها سوبرفيجنز، بنعمل لها حاجات كتيره قوي، وبنساعدها في حالات اللي هي بتعملها. لو اتكلمنا عن طفل التوحد في ارقام، فممكن تديني احصائيات او بيانات اكتر عن عدد الدارسين، وكل طفل كل مثلا دارس ممكن يكون بيدرب كام طفل او بيأهل كام طفل؟ هو للاسف في مصر ما فيش احصائيات واضحه جدا لاطفال ذوي التوحد طفل التوحد. هو طبعا في العالم كله احنا مختلفين قوي عنهم. للاسف احنا الاطفال في مصر ما عندهاش الرعايه الكافيه زي اللي بتلقاها هي طبعا امريكا نمبر 1. احنا عندنا كمان في المانيا
بس للاسف احنا هنا في مصر ما عندناش الارقام الكافيه. يعني انا مكتوب تقريبا 100,000 او حاجات، بس كل دوت ارقام مش ما اعتقدش ان هي مظبوطه. الحمد لله ان انا كنت من الناس المحظوظين ان انا خدت المنحه الاول بتاعه الابات مع دكتور دينا في شهر 6 اللي فات، والحمد لله ان انا خدت ال40 ساعه وخلصتها وكملت اشراف ودخلت الامتحان، وبشتغل في مركز بيقدم خدمات الاي بي اي للاطفال. وقبل كده قبل ما اخد الاي بي اي واخش في السكه بتاعه الاي بي اي كان شغل مش مرتبط كده وبتاع. يعني كانت الدنيا مش واضحه، مفيش حاجه مكتوبه، الدنيا مش عارف انت بتشتغل ايه وبعد كده هتشتغل ايه. لا كان تقريبا شغل عشوائي، بس الاي بي اي بيبقى حاكم بحاجات، نظام لازم تمشي عليه، حاجات لازم تعملها، مشرف بيحط الخطة وانت لازم تنفذ الخطة زي ما هي محطوطة بالظبط، وده بيفرق في حياة الطفل وبيخليك انت حتى عارف الدنيا قدام هتبقى ماشية عاملة ازاي. لو اتكلمنا عن الاستفادات اللي انت كشخصيا استفدتها يا محمد بدأت تطبقها. يعني ما فيش احسن من ان انت تشوف طفل جاي لك ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يعتمد على نفسه في اي حاجة، والطفل ده الحمد لله يقول مقطع صوتي وبعد كده يقول كلمة ويقدر يتكلم، ويخش كمان المدرسة ويعرف يعتمد على نفسه اعتماد كلي. واللي احسن من ده كله كمان ان انت تشوف فرحة الام والاب ان هم راحوا الناس قال لهم ابنك عنده توحد مثلا او ايا كان، والحمد لله بعد ما حياتهم كانت كل متدمره اللي هو ازاي انا ابني عنده توحد وكده، ويشوفوا ان فعلا التوحد ده حاجه عادي ممكن تبقى عند اي حد، بس بالتعلم وان حد يشتغل معاه صح هو هيوصل لايه وهيخش المدرسه وهيبقى بعد كام سنه بعد شغل كتير وشغل متعب بالنسبه للاهل وبالنسبه للاخصائيين، بس قدام الدنيا هتبقى كويسه وقد ايه هو يعتمد على نفسه والدنيا هتبقى كويسه معاه. في الحقيقة إن الأول كنا بننظر مثلا للسلوك بطريقة معينة، أو أنا لما بدأت أتدرب عملي يعني أنا نزلت عملي من أولى، فكان في مشاكل سلوكية كتير بتقابل الأطفال، وأنا لما كنت بحس إن الطريقة دي غلط، الطريقة التقليدية إن هم هيتعاملوا بأسلوب عقاب معين أو العقاب اللي هو عقاب واحد، معنى مثلا لو طفل قطع كراسه انا هقول لا ده طفل مش شغب يطلع بره الفصل. فدي كانت في الحقيقه نظره سطحيه جدا للسلوك، ان هو ايه اللي وراه، في حاجات تانية كتير وراه. فلما كنت بعترض بسرعه الطريقه دي لا كانت في مشكله او كنت بحس ان انا اللي غلط. فلما بدات اتعلم اي بي اي حسيت ان هو لا ده كان فعلا ده الطريق الصح، ان انا مش هحكم على السلوك بشكل فردي، ان انا لازم احلل السلوك، اعرف ايه ورا السلوك ده، ايه وظيفته، الطفل عايز يوصل لي ايه من السلوك ده، مش مجرد نظره سطحيه ان الطفل عمل كده فانا عايزه اعمل بلوك للسلوك او السلوك ده ما يتعملش تاني، مع انه ممكن اصلا يكون سلوك هو البدايه ان اوصل لطفل مهارة معينة. يعني ممكن نوبات الغضب اللي الأطفال بيدخلوا فيها ممكن استخدمها، دي الطريقة اللي بيتواصل معايا بيها. فأنا لما بستخدم أو بعمل السلوك ده أو بتعامل معاه بطريقة غلط، بالتالي أنا هفقد طريقة التواصل، فالطفل هيتواصل معايا ليه. فبالتالي فادني جدا إن هو علمني إزاي أتواصل مع الأطفال، إزاي أفهمهم، أهم حاجة ان انا اعمل بيرنج معاهم علشان اقدر اتعامل معاهم باكبر قدر. الاستراتيجيات بتاعه تحليل السلوك حقيقي فرقت في شغلي جدا، وان هو يعني مثلا لو السلوك معين او كان حاجه ممكن استخدم فيها استراتيجيه معينه، في استراتيجيات تانية كتير ممكن نستفاد بيها. فبالتالي كانت حاجة كويسة جدا، سواء أساليب كتعزيز بقى عقاب، كل على حسب سلوكه. وأهم حاجة ان انا مش بشتغل من دماغي، المفروض ان انا هتعلم بطريقه معينه بالظبط. يعني ايوه بالظبط، يعني اهم حاجه في تحليل السلوك واللي فادني ان هو او اللي حببني فيه ان هو في قواعد ثابته امشي عليها، في بيانات محدده لازم ما اتخطاهاش، في حدود معينه ليا كانا كابات او غيره، وحدود للمشرف مثلا لو كيو اس بي اس، وحدود لكل واحد، فكل واحد عارف المفروض يعمل ايه بالظبط والمفروض انا اتدخل ازاي. طبعا منحه مهمه جدا من دكتور
دينا، دي مش اول مره نبقى معاها، يعني كنا معاها قبل كده في تريننج اونلاين في الايبات ودلوقتي في الكيو بي اي. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نفضل على معرفة بالحاجات أو تواصل بالحاجات اللي هي اللي بتحصل جديدة. النهاردة قدمت لنا دكتور محمود، عرفنا طبعا عن البورد وعن الخطوات اللي هتحصل بعد كده. دي حاجة مهمة جدا، مفيش حد هنا بيقدم لنا المعرفة أو الخطوات دي أو بيدينا المعلومات دي هنا. فدكتور دينا طبعا شرفتنا بالموضوع دوت وعرفنا حاجات كتير هنا أكتر. والكورسات اللي قبل كده طبعا علمتنا ازاي نتعامل مع الأطفال، ازاي نعرف نفهم السلوك بتاعهم، ازاي نعرف نتعامل معاهم، ازاي نعرف نتدخل في الحاجات اللي بتحصل معاهم. فده طبعا خلى نتائج أكتر تحصل مع الأطفال وتظهر نتائج أحسن بكتير. التعامل مع الطفل اللي عنده طيف توحد خليتك فهمتي حركاته اكتر او اساليب؟ طبعا، يعني الكورس اللي احنا خدناه مع دكتور دينا فهمنا ازاي هو ليه بيفكر كده. مشكلة الطفل التوحد ان هو بيبقى مش عارف يوصل لنا انا حاسس بايه، مش عارف يعبر عن نفسه، مش عارف يقول انا متضايق من ايه. فطبعا لما فهمنا وظائف كل سلوك، يعني السلوك انت ممكن طفل بيعمل دوت لانه مش قادر يعمل الحاجة دي والحاجة دي صعبة، فانا المفروض ان انا هتدخل ان انا اسهل له الخطوات او اقسمها له على مراحل. حاجات تانية ان هو تكون حاجة مضايقاه. فانا لما فهمت الحاجات الحسية والحاجات اللي هي المفروض ان احنا نعملها، هو بدأ يستجيب لينا، حس ان في حد فاهمه فبدأ يستجيب لينا اكتر. لا